براءة اختراع في الغش تسقط براءة التلامذة. تقرير جويس عقيقي. صور الغش هذه في الامتحانات كالكتابة على اليدين أو على المسطرة أو على قصاصة الورق، أي ما يسمى بالراشتة، باتت قديمة وتقليدية. فللغش اليوم أساليب مبتكرة، وآخر الابتكارات آلة حاسبة في الشكل وهاتف في المضمون. وهذا ما ضبطه المراقبون في أحد مراكز الامتحانات الرسمية في الدورة الاستثنائية للبكالوريا. شبكة غش من 6 تلامذة. كيف؟ يضع التلميذ هاتفه داخل الآلة الحاسبة، يصور ورقة الامتحان ويرسلها إلى رفاقه خارج مركز الامتحان عبر الواتساب لحلها. وهنا أحد التلامذة يعرض كيف. يمكن لازم ينعطى علامة على الفكرة، لأنه الفكرة خلاقة كتير. بدك تعطي علامة؟ لا أكيد ما رح أعطي علامة، بس فعلا قلت له كيف طلعت بفكرة أنه فتحت الكالكوليتر، فضيتها من قلبها، حطيت التليفون، وكيف عارف هيدا قياس الكالكوليتر لهيدا التليفون بيطلع على القد، وفاختينا من ورا مطرح الكاميرا ليقدر يصور. صاحب الفكرة أحد التلامذة الذين اتصلنا به يجيب الوزير. عملت سيرش على جوجل وطلعت الفكرة قدامنا، نفذتها، جبت كالكولاتريس على قد التليفون واشتغلتها، لزقت الكبسات وفضيتها من جوا وحطيت التليفون. طب ساعدك حدا ولا انت لحالك عملتها؟ لا انا لحالي. ما استعنت بتكنيسيان او حدا متخصص؟ لا لحالي. ولكن ماذا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية في موضوع الغش المبتكر هذا؟ هلا في الهيئة الإدارية للامتحانات هي بتقرر بهالحالات شو بيصير، وممكن تحرمهم من انه يقدموا على دورتين او اقصى حد بتوصل ل4 دورات. انا تمنياتي على الهيئة الإدارية انه ما يعطوهم 4 دورات، لانه هيدي حالة تلاميذ بين بعضهم، مش عصابة منظمة خارج الوزارة، لانه بنترك الحد الاقصى اللي يعني بيكون دورة واحدة؟ لا ما فيها، بده يكون دورتين يمكن على القليل، يعني هيدي الدورة ودورة ثانية غير هيدي الدورة بده ينحرموا منهم، بعدين بيقدروا يرجعوا يقدموا، وان شاء الله يكونوا تعلموا انه هيدا الموضوع ما بقى يكرروه. يبدو ان التلامذة تعلموا. بترجع بتعملها مرة ثانية؟ لا اكيد لا، ما بعملها، لانه اول شيء منا لايقه نعملها، وثاني شغله منا منيحه لإلي لا لهلا ولا للمستقبل، وخسرتني اقل شيء سنه دراسيه. براءة اختراع تسجل إذن لتلامذة لم يخرجوا من لعبة الغش براءة.